الخطوات اللي اعملها عشان انقل قيد عربيه من مرور سوهاج لمرور الجيزه، علما بان انا المالك وعاوز انقل القيد بس باسمي واخد اللوحات الجيزه بدل لوحات سوهاج. فايه المتبع؟ فبنقول الرخصه ساريه وبطاقه الرقم القومي على العنوان في الجيزه وما عداش عليها شهر من تغيير محل الاقامه، بتروح المرور الجديد تفحص وتنقل الملكيه باسمك على طول. خدت الصلاحيه الفنيه، فحصت رخصت لاحق للتجديد او للترخيص، بتسلم لوحات سوهاج وشهاده مخالفات والبطاقه صوره من البطاقه على العنوان الجديد، وتدفع ضرائب ورسوم التجديد وتنقل الملكيه وتاخد لوحات جيزه. طيب دلوقتي الرخصه من هي؟ ايه المتبع عشان انقل من سوهاج للجيزه باجراءات ميسره؟ فبنقول حضرتك طالما الرخصه منتهيه فبتحتاج شهاده بيانات نقل القيد. بتسلم ايه في المرور القديم عشان يديلك شهاده بيانات نقل القيد؟ بتسلم صوره من بطاقه الرقم القومي على العنوان الجديد، بتسلم شهاده المخالفات، وبيديلك بيانات لمرور الجيزه بيكتب لك فيها يطالب باللوحات المعدنيه، لا يطالب برخصه تسيير لان الرخصه منتهيه، لا يطالب بشهاده المخالفات. وفي الجيزه بتفحص وترخص باسمك على طول. طب فحصت رفعت البصمه بس المهندس ما ادانيش الصلاحيه الفنيه على طول، عمل لي جواب مطابقه لمرور سوهاج. في الحاله ديت مش محتاج انك تروح مرور سوهاج، ممكن تبعت اورنيك الفحص يتعمل لك عليه مطابقه هناك من واقع الملف وخلاص. يبقى لو اتكتب لي مطابقه بصمات في المرور القديم بحتاج ان انا اطابق هناك على اصل الملف. تمام؟ ما بحتاجش العربيه، في الغالب ما بتحتاجش العربيه طالما البصمه واضحه. تمام؟ تمت المطابقه في مرور سوهاج، بتنقل على طول بعد كده في مرور الجيزه، تسلم شهاده المخالفات، تسلم بيانات نقل القيد، تسلم الفحص الفني، تدفع ضرائب ورسوم المرور، تدفع التأمينات الاجتماعيه وترخص ب3 سنين او بسنه. ده براحتك وبحريتك انت. تمام؟